كده قفشه. تعرف ان محمد نجدي قفشه لاعب النادي الاهلي ممكن يتحبس، وده بسبب الاحتفال الاخير اثناء مباراه النادي الاهلي وطلائع الجيش بعد احرازه للهدف باشاره. للاسف الاشاره دهيت مجرمه دوليا على مستوى العالم كله، وخصوصا الفيفا ليها قوانين شديده جدا بخصوص المساله دي. والواقعه دي تمت قبل كده في سنه 2016 في الدوري اليوناني، وتم ايقاف اللاعب مدى الحياه سواء دوليا او محليا. القصه دي تمت برضه في الدوري النمساوي، بس المساله دي كانت مختلفه مع مشجع، وتم حبسه 18 شهر متواصلين بسبب الحركه دي. اما بالنسبه للقانون المصري، تعالى اعرفك عقوبتها ايه. تنص الماده 85 من قانون 71 لسنه 2017 الخاص بالرياضه ان بيتم الحبس الخاص بهذا الفعل بالذات، اللي هو بيعتبر التمييز العنصري او غيره، بالحبس مده لا تقل عن سنه، وبالنسبه كمان الغرامه لا تقل عن 1000 جنيه، وده اللي توصل ل 3000 جنيه. وللاسف الشديد طبعا الفيفا بعتت اخطار للدوري المصري لاتحاد الكوره تشوف ايه اللي تم في القضيه.